ملك المغرب سند للدول الأوروبية كلها. الحقيقة يا جماعة بعد اللي أنا شفته بعيني وسمعت عنه، لما الاقي ان دول أوروبية زي فرنسا، اسبانيا، البرتغال يحصل فيهم مشاكل، والناس دي بالاخص رؤسائهم يلجأوا لملك المغرب ويلجأوا للمغرب بعد ما يحصل في البلاد دي لما يحصل فيها مشاكل. لا يا جماعة، لا، يبقى كده قولا واحدا الدول الأوروبية شايفين ان السند ليهم بعد ربنا هم المغرب وملك المغرب. طب ايه يا عم البوب اللي حصل، وايه الكوارث اللي بنسمع عنها، وايه البلاوي، وايه انقطاع الكهرباء، وطبعا خلل في شبكات الاتصال المحمول، وخلل في التواصل على النت، ومش عارف ايه، ومشاكل وبلاوي في فرنسا واسبانيا والبرتغال. ايه اللي بيحصل؟ وليه؟ ايه اللي دخل المغرب في الموضوع؟ وهم عايزين اصلا ايه من المغاربه؟ وهل ملك المغرب هيوافق ان هو يساعد الناس دي ولا لا؟ هقول لك ده كله عايز المتابع في دقايق معدوده، بس بالله عليك ما تبخلش عليا باللايك. اهم حاجه اللايك والاشتراك في القناه ونصلي على النبي. طبعا يا جماعه زي ما قلنا لحضراتكم في خلل، اوروبا بايظه قولا واحدا، اوروبا فيها خلل، اوروبا متدمره. هناك يا جماعه الثلاث دول الكبار اسبانيا وفرنسا والبرتغال، وبالاخص جنوب فرنسا. الدول دي يا جماعه رغم تقدمها، الدول دي رغم انها دول كبيره، الدول دي رغم انها دول قويه، الدول دي فيها خلل. لا عندهم كهرباء، بيقول لك الناس هناك بيجوا مثلا يركبوا الاسانسيرات، مش عارف ايه، ناس محتجزه في الاسانسيرات، ناس طبعا يعني مش لاقيين كهرباء، ناس مش لاقيين، عندهم خلل في مواقع التواصل الاجتماعي، مش عارفين كده مثلا يتصفحوا على مواقع اللي هي بتبقى معروفه بمواقع النت، عندهم خلل في شبكات الاتصال. لو حد مثلا عايز يتصل على قريبه، حد مثلا عاوز يتصل على صاحبه مش عارف، حد عاوز يتصل على اهله مش عارف، بيقولك لدرجة اصلا ان في ناس بره تيجي تتصل على اهاليهم مش عارفة تتواصل مع اهاليهم. في خلل في الدول الاوروبية قولا واحدا رغم انها دول قوية. بيقولك ايه بقى؟ بيقولك الدول دي لا لقت امريكا عارفة تحللهم، ولا لقت اي حد عارف يحللهم. بيقولك تواصلوا مع مين؟ تواصلوا مع ملكنا وسيدنا الغالي ملك المغرب، تواصلوا مع المغاربة لحل مشاكلهم، او تواصلوا مع المغاربة ان المغرب يا جماعة يقفوا معاهم، ان المغرب يبقوا سند ليهم. ملك المغرب رد؟ لا طبعا، ملك المغرب لحد دلوقتي ولا الكلام اللي عندي ان مفيش ولا اي مسؤول رد اصلا، يعني مفيش اي مسؤول رد. ولكن خلينا احط مليون خط تحت الموضوع دوت. هو اللي انا اتوقعه يا جماعه ان المغاربه اي حد بيلجأ لهم طبعا بيقفوا جنبه، يعني المغاربه انت لو احتجت لهم في حاجه ما بيسيبكش. ولكن اشمعنى يا جماعه لجأوا للمغرب؟ يعني معلش احنا كمصر مثلا بسم الله ما شاء الله قد المغاربه مرتين ثلاثه، وهو يبقى مثلا عملنا علاقات مع اسبانيا وفرنسا والبرتغال، عملنا علاقات بقى مع الدول الكبيره، الدول الاوروبيه يا باشا، صيت يا عم. حتى لو هنبعت لهم 3 4 كيلو كهرباء ناشفه، بس صيت. يبقى مثلا نطلع نقول مثلا في الصحف العالميه اتفرجوا الدول الكبيره بقى بتلجأ لنا، الدول الكبيره عايزانا نقف جنبهم مش عارف ايه. يا عم نتصيد شويه زي المغاربه، ما هو بسم الله ما شاء الله المغاربه متصيدين في كل حاجه وناجحين رياضيا ثقافيا صناعيا، ناجحين. احنا بقى عايزين بقى صيد بقى زي المغاربه مش عارف. لا ما كلموناش يا جماعه، ولا لجأوا لنا، ولا لجأوا لمصر، الجزائر، تونس، ولا لجأوا لاي حد.
ما لجأوش الا المغاربه، ما لجأوش الا المغاربه. وخاصه يا جماعه ان المغاربه اصلا كموقع جغرافي، موقع جغرافي المغاربه على نفس الموقع بتاعهم، فلجأوا للمغاربه. طبعا في رد لحد دلوقتي؟ مفيش رد، ولكن المغرب اصبح كسند للبلاد الاوروبيه. يعني دي اللي انا بقوله ده لو كتب مثلا في عنوان كده في الصحف العالميه، انسى قسما بالله. المغاربه يمتلكون صيت بسم الله ما شاء الله، المغاربه يمتلكون اسم بسم الله ما شاء الله الله اكبر، المغاربه يمتلكون سمعه عدت الكل، سمعه عدت الكل. يعني تخيل بس بمجرد، يعني تخيل ان بمجرد ملك المغرب بس يعني يتقال عنه ان الكل عايز المغاربه يقفوا جنبهم. يعني يا جماعه ده ان ده اللي يدل على ايه؟ ده ان ده اللي يدل على ان المغاربه الله اكبر معروفين بجدعنتهم، معروفين بشهامتهم، مش بس مع الدول العربيه، يعني مش مع العرب بس، لا مع الاوروبيين كمان. يعني مش مشهورين في الدول العربيه، لا هما كده كده بسم الله ما شاء الله الصيت مسمع في الدول العربيه. بس بقى هات بقى زود بقى، سجل يا تاريخ وسطر يا تاريخ وزود، زود لا كمان الدول الاوروبيه. يا جماعه انا طالع بقول الفيديو ده ليه؟ هما المغاربه لسه ما ردوش، بس انا افتخرت، انا فخور، انا فخور ان في بلد عربيه الاوروبيين شايفينهم ان هم حاجه كبيره. انا فخور ان في بلد عربيه الاوروبيين شايفينهم ان هم يقفوا جنب الكل او داعمين للكل، او الاوروبيين شايفين ان المغاربه كبار، الاوروبيين شايفين ان المغاربه كبار. يعني يا باشا لو انا الكلام ده حصل، لو انا الكلام ده حصل في بلدي وعرفت ان الكبار يا عم عايزين يلجأوا لي في حاجه، انا هعمل فرح، انا هعمل فرح. ده الجزائر نفسهم لو لجأوا لهم بس يعني لو اي دوله اوروبيه قالت للجزائر معلش عايزين رغيفين عيش، رغيفين عيش بس، ده الجزائر والله العظيم ده صحيفه الزيجو يطلعوا يعملوا فرح. يعني ما اقولكش يعملوا ايه يا جدع، ده هيطلعوا يفتخروا، ده هيطلعوا يتكلموا من هنا للسنه الجايه، هيطلعوا يتكلموا من هنا للسنه الجايه. مش هيصدقوا اصلا اللي حصل، مش هيصدقوا اصلا ان الناس بالحجم ده لجأوا ليهم. طبعا يا جماعه انا ماليش ان انا اتدخل في الامور السياسيه. المملكه المغربيه مثلا عندها مخزون او خزين زياده مثلا ترسله الى البلاد الاوروبيه ديت ولا لا، انا ماليش. انتوا كمغاربه اكيد عندكم علم بالموضوع، يا ريت تردوا عليا في التعليقات. وبالله عليكم يا ريت يا جماعه نعمل لايك للفيديو عشان القناه ريتش في ذمه الله حرفيا. يا ريت نعمل لايك للفيديو، ويا ريت نشترك في القناه، ويا ريت نصلي على النبي، وشكرا.